بحسب المعلومات الأمنية صار في غسيل لثياب البنت، ما صار في صعوبة ينعرف مين المغتصب. أما لو هي اللي مش مغسلة الثياب هيدا الشيء أسهل. هي للأم تخلصت من دليل إثبات على المجرم اللي ارتكب الجريمة دي هو المعتدي، وإنه الجهات الأمنية اعتقلته. شو صار بالتحقيق؟ واتسحب الحمض النووي بتاعه وتم تحليله ومطابقته بجثة لين رحمة الله عليها. نتيجة بقى التحليل ده فين؟ انه للاسف عم بيتم لملمه هيدا الموضوع، انه لك خلاص خلوها وبلا هالمشكل وليكوا والجرصه والى اخره. مش هنسمح ان يتم تسييس القضية دي، لان البنت دي دلوقتي بين ايدين ربنا، ويمكن ربنا جعلنا جند من جنوده عشان نجيب حق المغدورة دي. المجرم لحد وقتنا ده حر وطليق وفاكر اللي هو بسلطته ونفوذه هيهرب من عدالة الأرض. لكن إذا كنت حضرتك فاكر اللي أنت هتهرب من عدالة الأرض، فعدالة السماء موجودة، وربنا من فوق 7 سماوات خلى كل جموع المسلمين في كل بقاع الأرض تجتمع عشان تجيب حق المغدورة دي. مكملين مع حضراتكم في تغطية قضية الطفلة لين واللي وجعت قلوبنا كلنا، وخصوصا بعد القبض على جد الطفلة لين وحبسه على ذمة التحقيقات بخصوص القضية دي. لكن للأسف يا جماعة ما زال الغموض مستمر في القضية دي، وفي أطراف بتحرك الخيوط من بعيد لبعيد. زي مثلا هو مين الشخصية السياسية اللي بتضغط على أسرة لين عشان تتنازل عن القضية دي، ومين الشخص اللي أخفى أدلة الثبوت في القضية دي عشان يضلل الطب الشرعي في تحليل الدي ان ايه، واصلا مين المتهمين في القضيه دي ومين اللي المفروض يتعمل لهم تحليل دي ان ايه. طب نتيجه تفريغ المكالمات والتليفونات اللي حصلت في القضيه دي وصلت لفين؟ اسئله كتير بتشغل الراي العام بخصوص الموضوع ده، كان لازم نطلع ونرد عليها مع حضراتكم في حلقه النهارده، وخصوصا بعد القبض على جد الطفله لين. علشان ما اطولش على حضراتكم يلا بينا نصلي على النبي عليها افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدأ الكلام. أول خبر هتكلم فيه مع حضراتكم في حلقة النهاردة هو بخصوص القبض على جد الطفلة لين والتحقيق معاها. من كام يوم كده يا جماعة تم القبض على والدة الطفلة لين والتحقيق معاها، وتم حبسها على ذمة القضية لحين الانتهاء من التحقيقات. وفي التوقيت ده طلعت تقارير صحفية كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بتأكد إن والدة لين هي اللي متسببة في الجريمة دي. لكن لما تقصينا الأخبار دي واتكلمنا مع أحد المصادر من داخل دولة لبنان أكد لنا إن الأم كانت في حالة انهيار تام، فما كانش ينفع يتحقق معاها، فتم احتجازها على ذمة القضية لحد ما تهدى وبعد كده تتكلم. فوجئنا بقى امبارح إن تم القبض على جد الطفلة لين وتوقيفه. توقيفه يعني إيه يا جماعة؟ يعني تم حبسه على ذمة القضية، بمعنى أصح إن جد الطفلة لين متهم في القضية دي. هنا هنقف مع حضراتكم الأول عند مشهد في غاية الأهمية. بكل بساطة يا جماعة ملابس الطفلة لين اللي كانت لابساها أثناء الحادث ده أمها أخدتها وغسلتها. الأم بحسب المعلومات الأمنية صار في غسيل لثياب البنت، ما صار في صعوبة ينعرف مين المغتصب. أما لو هي اللي مش مغسلة الثياب هيدا الشيء أسهل. مش بس كده، خدت الطفلة وحمتها ولبستها ونظفتها على حد ادعائها، لأن الطفلة كانت كل ملابسها ممزقة. وهنا هنقف مع حضراتكم وهنسأل نفسنا سؤال مهم جدا. لما أم تاخد بنتها وتبدأ تعمل موقف زي ده، مش هتاخد بالها اللي عندها نزيف؟ خلينا نتجاوز النقطة دي مع حضراتكم ونكمل تسلسل الأحداث. تقرير الصفة التشريحية للبنت بيأكد إن البنت تعرضت أكتر من مرة للاعتداء، والأم في أكتر من مناسبة وجهت الاتهام وأصابع الاتهام لعم البنت رحمة الله عليها. لو عم البنت هو اللي أقدم على جريمة زي دي، مش تم التحقيق معاه هو ووالدها واتسحب الحمض النووي بتاعه وتم تحليله ومطابقته بجثة لين رحمة الله عليها، نتيجة بقى التحليل ده فين؟ الجهات المسؤولة لحد وقتنا ده لسه ما طلعته. السؤال الأهم من كل ده، هي ليه الأم تخلصت من دليل إثبات على المجرم اللي ارتكب الجريمة دي؟ مش الملابس دي يا جماعة المفروض تروح الطب الشرعي وتتحلل عشان يعرفوا الحمض النووي اللي موجود على الملابس دي بتاع مين؟ لكن بقى الملفت للنظر أكتر يا جماعة إن في بعض التقارير الصحفية بتأكد إن في مسؤولين كبار بيضغطوا على أهل لين عشان يتنازلوا عن القضية دي، وقالوا لهم حرفيا بلاش فضايح ولموا الموضوع وبلاش تتكلموا في النقطة دي وحق بنتكم عند ربنا. هنا لازم نقف ونحط مليون خط. لو المسؤول اللي بيقول لأهل لين بنته هي اللي في نفس الموقف، هل هيقبل على نفسه الكلام ده؟ على فكرة يا جماعة بالمناسبة أنا ما بشككش في الجهات القضائية من دولة لبنان، لأن بكل بساطة القاضية اللي ماسكة القضية دي تحديدا هي اللي كشفت ملابسات الواقعة بعد ما طلبت تشريح جثة لين لأنها توقعت اللي فيه شبهة جنائية.
يعني الموضوع كان هيمر مرور الكرام زي ما والدها قال، ويقولوا جالها سخونية وانتقلت إلى رحمة الله. لكن أنا بتكلم مع حضراتكم عن الأيادي الخفية اللي بتلعب من ورا الستار. مصلحتكم إيه؟ ما بصيتوش للبنت اللي في عمر الظهور اللي عندها 8 سنين وماتت بدم بارد بعد ما اتهتك عرضها واترعبت حرفيا. تخيلوا حضراتكم نظرات الانكسار اللي على لين رحمة الله عليها قبل ما تموت. تخيلوا حضراتكم حجم الرعب والأسى اللي مرت بيه الطفلة دي قبل ما تموت. وقلتها في الحلقة اللي فاتت وهكررها تاني، مش هنسمح ان يتم تسييس القضية دي، لان البنت دي دلوقتي بين ايدين ربنا، ويمكن ربنا جعلنا جند من جنوده عشان نجيب حق المغدورة دي. ومش هنسمح بتزييف الحقائق وتدليس الحقائق في واقعة زي دي. الخلاصة يا جماعة عشان ننهي الجدل في القضية دي يا جماعة تحديدا، في تقاعس. في تقاعس اسبوعين لحد دلوقتي مش عارفين مين المتهم. اخدنا تسجيلات واخدنا اقوال واخدنا DNA وكل ده ما توصلناش للمتهم. معلش يا جماعة، واحدة زي الجارة ما جابوهاش ليه وحققوا؟ مش ممكن حد من أسرة الجارة دي هو اللي اعتدى على لين رحمة الله عليها؟ مش المفروض كل الناس اللي مرتبطين بلين رحمة الله عليها واللي كانوا محيطين بيها في آخر اللحظات يتم توقيفهم ويتم التحليل ليهم؟ الموضوع بكل بساطة يا جماعة ما خرجش عن حد من دايرة لين رحمة الله عليها. اوعى تفتكروا حضراتكم ان شخص في الاخر ممكن يطلع ويقول انا عملت كده في لين وانا اغتصبتها وانا اللي قتلتها. الكلام ده مش هيحصل. المجرم لحد وقتنا ده حر وطليق وفاكر اللي هو بسلطته ونفوذه هيهرب من عدالة الارض. لكن اذا كنت حضرتك فاكر ان انت هتهرب من عدالة الارض، فعدالة السماء موجودة، وربنا من فوق 7 سماوات خلى كل جموع المسلمين في كل بقاع الارض تجتمع عشان تجيب حق المغدورة دي. حابب انبه حضراتكم يا جماعة ان دي مش الحالة الاولى اللي تحصل في لبنان ولا في الوطن العربي ولا في مصر ولا في الاردن. الحالات دي انتشرت بشكل كبير، ولازم تصدي قوي من المجتمع العربي والمجتمع الاسلامي للظواهر اللي من النوع ده. مش عايزين نشوف المناظر ده يا جماعة في مجتمعنا. الموضوع ده يا جماعة حرفيا واجع قلبي ومفتور على البنت رحمة الله عليها. فانا بطالب من خلال منصتي بتطبيق اقصى عقوبة على المجرم اللي ارتكب الجريمة دي، عشان يكون رادع قوي لكل من تسوي له نفسه انه يقدم على جريمة شنيعة زي دي. بعتذر لحضراتكم يا جماعة على انفعالي، لكن الحقيقة ابشع بمراحل من اللي حضراتكم بتشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي. انا بقول كلمة حق ابتغاء مرضات ربنا، ولا اخشى في الله لومة لائم. اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وده كان اخر خبر معانا في حلقة النهاردة، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقة دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات. تفتكروا حضراتكم ليه والدة لين غسلت ملابسها؟ هل هي فعلا كانت بتخفي دليل إثبات على المجرم اللي هو ممكن يكون جدها، ولا دي مجرد مصادفة؟ يا ريت حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.